هتاكلوا أحلى طبق فتة مصرية على طريقة أمهاتنا البسيطة. أول حاجة سلقت اللحمة في مية مغلية فيها ملح وفلفل أسود وحبهان وبصل وطماطم. بعد كده عملت رز مصري مغسول ومتصفي كويس، عليه معلقة كبيرة من السمنة البلدي وشوية من الملح ومية مغلية. قلبت كل حاجة مع بعض وغطيته وخليته يستوي. بعد كده عملت صلصة الفتة، في معلقة كبيرة من السمنة البلدي حطيت فيها توم مفروم فريش وقلبتهم لغاية لما تشوح ومش عايزاهم ياخدوا أي لون، عايزة بس روايح التوم تظهر. بعد كده ضفت عليهم معلقة كبيرة من الخل الأبيض. بعد كده حطيت عليهم عصير الطماطم الفريش، قلبت كل حاجة مع بعض وتبلتهم بملح وفلفل أسود وخليتهم على نار هادية لغاية لما الطماطم اتسبكت والصوص كمان تقل. حمرت العيش اللبناني أو العيش الشامي في معلقة كبيرة من السمنة البلدي، قلبته على النار لغاية لما ياخد اللون الذهبي ويقرمش شوية. بعد كده ضفت عليه الثوم المفروم وقلبت كل حاجة مع بعض، وهنا كانت الروايح خطيرة. بعد كده طفيت كل ده بقى بكوباية من شوربة اللحمة اللي اتسلقت وقلبت العيش كده مع الشوربة، وهنا قفلت النار وخليت العيش يتشرب شوية من الشوربة والقرمشة بتاعته كمان تقل شوية. وهنا بعد ما الرز استوى وزعت منه طبقة كويسة جدا فوق العيش. ووقت التقديم بقى حطيت صلصة الطماطم بعد ما اتسبكت. ممكن تحطوها في نص الصينية، ممكن تحطوها على الأطراف كده زي ما أنا عملت، وكمان تحمروا اللحمة، أهم حاجة تحمروها في سمنة بلدي وترصوها كده فوق الصينية. دي طريقة التقديم المثالية للفتة المصرية. هستناكوا تجربوها، ولو عجبتكم وصفة النهاردة متنسوش اللايك والشير.